اليوم رح نعمل مع بعض أطيب محلاية سورية ممكن تعملوها. لتحضير المحلاية عندي هون 1.5 لتر من الحليب، يعني ما يعادل 6 كاسات من الحليب. رح ضيف لكل كاسة 1.5 طعام من النشا وملعقتين سكر. في حال بتحبوا تقللوا السكر بتضيفوا لكل كاسة بدل 2 طعام 1.5. تمام، وبحركن على البارد. هيك بعد ما داب السكر والنشا بشعل عليهم وبضلني عم حرك فيهم، ما بشيل ايدي لحتى يتقل القوام. هلا قبل ما يتقل القوام هيك انا وعم حرك بضيف عندي كريمة شانتيه، بضيف 5 معالق طعام وبضلني عم حرك بهذا الشكل، وبضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا. هيك شايفين القوام كيف ابتدى يتقل. هلا طبعا انا منوصة، هلا لما بدا يتقل القوام نوصت وراح اتركه دقيقتين، بعدين طفي عليه واسكبه فورا بالزبادي. شوفوا ما شاء الله كيف قوامه، شايفين كيف كريمي. راح ابدا صبهم. هيك بعد ما صبيتهم هلا بتركهم يبردوا بدرجة حرارة الغرفة، بعدين بحطهم بالبراد. بعد ما طالعتهم من البراد هلا ببدا بزين فيهم. عندي هون كريمة شانتيه، راح ابدا زين بهذا الشكل. هلا عندي حبات من اللوز الني، راح ابدا زينهم بطرف، والطرف الثاني بحط فستق حلبي. بعد ما خلصنا تزيينه شايفين ما شاء الله، هلا رح نبدأ نشوف قوامه كريمي بشهي.